بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه بيت ستراكر اللي بيكون محاوطينه مجموعة كبيرة من زمايله المرتزقة اللي معاه سلسلة واللي معاه شاكوش، كل واحد معاه حاجة غير التاني، ناويين يضربوه ويعلموا عليه علشان فاكرينه خاين. هو بيبدأ يتعامل معاهم، بيطحنهم ضرب وكله بشويش بشويش، دول مهما كان زمايله واصحابه، ورغم ان عددهم كبير جدا وهو لوحده بس محدش بيقدر يلمسه، واضح ان هو اقوى منهم بكتير. بعد كده بيقول لهم استنوا شوية، انا هحكي لكم اللي حصل بالظبط، صدقوني انتوا فاهمين غلط. وهنا بيرجع الفيلم بينا فلاش باك لقبل كام يوم. بيت كان في جلسة تعافي مع مجموعة من المتعافين من الإدمان، بيحكي لهم قصة حياته وبيقول لهم أنا مشكلتي في الحياة إني بحب شغلي جدا، مدمن شغل، عندي شغف فيه وبحس بمتعة مش عادية، طول ما أنا شغال بحس إن أنا عايش، بس مشكلتي إني قاتل مأجور، علشان كده شايف إني محتاج أتعالج. من كام يوم مديري في الشغل اتصل بيا وقال لي عايزك في مهمة هتخلص على 2 من أقوى الحراس في العالم. كان ممكن أقول له لا وأرفض عادي، بس أنا ما قدرتش لأني بحس بمتعة في الشغل ودي متعة كبيرة هتفوتني. ما صدقت رحت لهم على طول، قابلتهم في الأسانسير والاتنين كان عندهم علم وفكروا يتغدوا بيا قبل ما اتعشى بيهم، بس على مين؟ كل واحد منهم خد اللي فيه النصيب وزياده، اتطحنوا ضرب. ما انا مش كفايه اخلص عليهم بس، لا لازم اطحنهم في الاول. وفي النهايه خلصت مهمتي بنجاح وبشياكه، وبدلتي زي ما هي كاني كنت عريس او شبح دخل المكان وخرج منه من غير ما حد يحس بيه. وهنا بيرجع الفيلم بينا للوقت الحاضر. رئيس بيت في الشغل بيقول له وبتقول انك مش خاين، امال ده يبقى ايه؟ ما انت كده بلغت عننا كلنا وكشفت سرنا وهيعرفوا يوصلوا لنا بيك يا خاين. بيت بيقول له ريبر لا استنى، المكان ده امان جدا وكل واحد فيه بيحكي اسراره عادي ومفيش خطر عليكم صدقني. ريبر بيحاول يضربه، فبيت بيدافع عن نفسه ومن غير قصد بيضربه في دماغه، فبيقول له هنا معلش صدقني ما كانش قصدي، وبعدين ده خدش خفيف كده يا دوب، لازقه طبيه وهتبقى زي الفل. ريبر بيقول له انا ما بيهمنيش الحاجات دي، وبيسخن السكينه وبيلزق التعويله بغشامه. رجالته كلهم بيكونوا مرميين على الارض، محدش منهم قادر يقوم خلاص. بيت بيحاول يقنعه باي طريقه انه مش خاين بس مفيش فايده. في الاخر ريبر بيقع بسبب التعويره، بيفقد الوعي. بيت بيطلب لهم الاسعاف كلهم وبيسيبهم ويمشي. بيروح بعد كده الحانه بتاع حبيبته القديمه اسمها مورا، بيسلم عليها وبيقول لها وحشتني جدا، بقالي فتره ما شفتكيش وحاسس ان الدنيا معايا سودا من غيرك. بترد عليه غريبه عليك. بتقول كلام حلو عادي اهو زي باقي البشر، معلوماتي القديمه انك ما بتعرفش تقول كلمتين حلوين على بعض غير على شغلك وبس، ولا انت جاي في مصلحه؟ قول الصراحه. بيت بيقول لها مصلحه؟ لا انا بتاع مصلحه؟ انا عمري ما عرفتك عشان مصلحه. بترد عليه تمام قول بقى انت جاي في ايه على طول، طالما قلت كده يبقى انت اكيد جاي في مصلحه، بلاش بقى دور الواد الحبيب ده من الاول، ادخل في الموضوع على طول. بيرد عليها بص كده انا حصلت لي مشكله كبيره، والدك كبير عصابات المافيا في المدينه شايف ان انا خاين وخطر، وامر كل المرتزقه اللي في المدينه يخلصوا عليا وعامل لهم مكافاه كمان ما اعرفش كام. مورا بتقول له يعني انت جاي هنا الحانه بتاعتي على امل انك تقابله وتصلح الموقف او تخليني اتوسط لك؟ انسى ولا هيحصل. بيت بيرد عليها لا ما تقوليش الكلام ده، انا عارف ان انت بتحبيني ومش هيهون عليك يعمل فيا كده. فبترد عليه الموضوع خرج من ايديا خلاص، وفي شويه هنا من رجاله والدي من بدري مستنيين حد، انا ما كنتش اعرف هو مين بس ديني عرفت خلاص. اتعامل معاهم بطريقتك، بس اهم حاجه عندي مفيش كرسي في الحانه ولا كوبايه تتكسر، لو حصلت اي حاجه مش هرحمك، المكان ده غالي عليا جدا واللي هيكسر فيه كوبايه هكسر رجله. المهم زعيم الشله دي اسمه الجزار، فبيقول لها ايه ده ما تحترم الاجرام اللي احنا فيه، هو احنا هنتخانق مع بعض ولا هنلعب غميضه؟ كوبايه ايه اللي تتكسر؟ بيت بيقول لها ما تقلقيش يا حبيبتي انا عندي وعدي هحافظ لك على الحانه بعينيا. المهم بتبدا المعركه، بيت بيمسكهم يطحنهم ضرب، ومورا زي ما قال لها بتساعده، وبيظهر ان هي كمان نينجا بنت الايه. وبعد معركه كبيره ما فيهاش خسائر كتير في المكان، بيت بيقضي على اغلبهم، ومورا هي كمان ما بتهزرش، اللي بيضايقها ويطول معاها شويه بطلقه بتخلص عليه او طلقتين 3 بقى هو ونصيبه. في الاخر بيفرشوهم كلهم على الارض، وبيت بيقول لمورا يلا بقى ما تبقيش رخمه، اتصل بوالدك وخليه يجي عشان نخلص الموضوع ده مع بعض ودي. مورا بتقول له لا مش هتصل، انت عارف انك غالي جدا عندي وعند والدي كمان، بس حبك للشغل الزياده بيخليك تنسى حياتك والناس اللي بيحبوك واللي محتاجين لك، اصحابك كلهم شايلين منك وشايفينك ندل، انا عارفه انك مش مرشد ولا فار زي ما هما بيقولوا، بس المره دي لازم اسيبك تحل المشكله دي بنفسك، يمكن في الطريق تعرف قيمه حياتك وقيمه الناس اللي انت بتحبهم. احفظ الجمله دي كويس، العيله قبل العمل. بيت بيقول لها خلاص ما فيش مشكله، كده انا مضطر اروح لسانتو هو اللي اكيد هيساعدني. بترد عليه روح له بوظ حياته هو كمان، انت وراك ايه في الدنيا غير تبوظ حياه الناس اللي بتحبهم، قصد اللي هم بيحبوك. فبيرد عليها لا بقى ده ظلم، في ناس كتير بصلح حياتهم، بص الحته دي اللي انت ضربتيه طلقه، خد القماشه دي اربط بيها رجليك وانا هبعت لك الاسعاف. شفت فن انقاذ الناس؟ مش سهله دي. المهم بيت بيخرج، واول ما بيركب عربيه بيكتشف انه مخطوف مع واحد من زمايله المجرمين برضه، ده اسمه بريجر. بيت بيقول له لا ما تقولش ان انت كمان معاهم، انت كمان مصدق ان انا خاين؟ ده انت من اعز اصدقائي. بريجر بيرد عليه اعز اصدقائك ايه؟ ما كل حاجه بانت واتكشفت خلاص، انت ناس الاسبوع
الاسبوع اللي فات عزمتك ووعدتني انك هتيجي وتساعدني وما جيتش كالعاده يا ندل. كل ده ليه؟ عشان جات لك شغلانه فيها قرشين. انا بقى هعمل زيك واتعلم منك، والشغل عندي هيبقى اهم من اي حد. انت دلوقتي بالنسبه لي شغلانه وسبوبه. بيت بيقول له كده برضه هون عليك وتهون عليك العشره، وان كان على عرض الازياء هعوضها لك صدقني. انا اسف، العرض الجاي هكون معاك قبل اي حد. بريجر بيرد عليه لا مش مصدقك، انت كذاب كالعاده، نفس البق ده قلته لي قبل كده 5 مرات. وبعدين كاردو الزعيم بتاعنا هيدفع فيك $500,000 فانا مش هسيبك. بيت بيقول له ايه $500,000؟ هو انا رخيص قوي كده؟ انا من افضل المرتزقه في العالم يدفع فيا $500,000 بس؟ ده الشغلانه لمت وباظت. انا اعترض، يقتلني ماشي لكن يدفع 500,000 بس لا قليله. هو كده بيستفزني. المهم بيت بيبدا يتعامل معاهم بالادوات اللي هم بيهددوا بيها، بيكهربهم ويلسوعهم وبسهوله بيخليهم كلهم يفقدوا الوعي. في الاخر بيقف في مكان هادي بالعربيه، بينزلهم كلهم ويرميهم، وبياخد العربيه تعويض عن الفرهده اللي حصلت. بيحاول بقى يتصل بسانتو صديقه اللي هو رايح له، بس بيكتشف ان الموبايل اتكسر، فبيروح له على طول من غير ميعاد. اول ما بيوصل سانتو بيرفع عليه السلاح وبيقول له اهلا بالندل اللي باع اصدقاء عمره، هخلص عليك وابقى طهرت المهنه من امثالك. بيت بيقول له تطهر المهنه ايه؟ هو احنا اطباء؟ احنا قتله مأجورين يا جدع، وبعدين انا مش خاين زي ما انت سمعت، ده كدب صدقني. سانتو بيقول له حتى لو مش خاين انت ندل واناني فتستحق انك تموت. بيت بخفه يد بياخد منه المسدس وبيقول له اهو لو خاين هخلص عليك بس انا مش هعمل كده. سانتو بخفه يد بيخطف المسدس تاني وبيقول له ما تقدرش انا اذكى منك بكتير. فبيت بياخد منه المسدس وبيقول له لو كنت ذكي ما كنتش قدرت تاخد منك المسدس مرتين، يبقى انا اقوى واذكى. دلوقتي اللي يهمني تعرف ان انا بريء، ما بلغتش عنكم ولا فار زي ما انتم بتقولوا. عارف يا اخي انا كل ده مش مضايقني، اللي مضايقني هيدفعوا فيا انا $500,000 بس. هو انا رخيص للدرجه دي يا سانتو؟ ده دفع لنا قبل كده 600,000 عشان نخلص على فتاه ليل، انا ارخص منها؟ سانتو بيقول له انت ندل واصحابك كلهم مستعدين يخلصوا عليك مجانا من غير ولا مليم، فعشان كده ما دفعش فيك كتير. سانتو بيخطف المسدس تاني، بس المره دي بيت بيكون عامل حسابه، شال الخزنه وبتبدا بينهم المعركه. الاثنين بيطحنوا بعض ضرب، واضح ان سانتو هو كمان مش سهل. بيت بيتضرب شويه وسط المعركه، موبايل سانتو بيرن، مراته بتتصل، بيت بيشوفه فبيقول له احنا نوقف المعركه نرد على المكالمه وبعد كده نرجع نكمل. فبيروح هو يكلمها، فبتقول له هنا انت فين؟ بتخوني ولا ايه؟ من بدري بكلمك وما بتردش. بيقول لها وهو خايف لا 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 يا حبيبتي لا ابدا، انا بس بتمرن مع بيت، مش كده يا بيت ولا ايه؟ بيت بيقرر يرخم عليه ويقول لها ما تقلقيش ما تقلقيش، كل البنات اللي كان عنده انا مشيتهم خلاص، وقلت له عيب عليك يا اكل اللي انت بتعمله ده. سانتو بيقول لها معلش يا حبيبتي ده بيهزر صدقيني، انا شويه وهجيلك، سلام سلام دلوقتي. المهم بعد كده بيكملوا المعركه. سانتو بيقول له انت عارف هموتك ليه؟ عشان ولاد اللي متعلقين بيك وبيقولوا لك يا عمي يا عمي، وبيستنوك كل سنه في عيد ميلادهم عشان تحتفل معاهم وما بتجيش، يستنوك في حفله تخرجهم برضه ما تجيش. ايه لازمتك انت في الحياه؟ نكسب $500,000 احسن، كل مره تقول مشغول وعندي شغل. في النهايه بيسيبه وبيقول له قدامك 24 ساعه اما تقنع الناس كلها انك بريء، واولهم كاردو الزعيم بتاعنا، او انا بنفسي هاجيلك وهخلص عليك. بيت بيقول له تمام مفيش مشكله انا هتصرف. بيروح بقى ياخد العربيه وبيطلع تاني على بيت مورا. اول ما بيدخل عندها البيت بيروح قاعد على الكنبه بهدومه اللي مش نظيفه. هي بتبقى متضايقه جدا وبتقول له ايه ده انت ما بتحسش؟ ما عندكش دم؟ ليه بتحب تبوظ كل حاجه انا بحبها؟ الكنبه دي غاليه عليا جدا. بيرد عليها انا كمان غاليه عندي جدا، عشان كده بعد تعب اليوم ده لازم اقعد عليها على طول، ارتاح شويه ما تقلقيش، كنبه حلوه. وبعدين ليه النهارده بالذات كل الناس بتغلط فيا؟ مورا بترد عليه لان كلنا عندنا عيله ولينا اصحاب، ناس بنحبهم وبيحبونا، بنسيب اوقات شغلنا علشانهم، نضحي عشانهم، هم الاولويه دايما، لكن انت ما عندكش اولويه غير الشغل. قول لي ايه الذكريات الحلوه اللي في حياتك؟ مفيش. قول لي سبت الشغل عشان خاطر مين قبل كده؟ دلوقتي خسرت كل الناس، ما تستناش بقى حد يساعدك. بيت بيقول لها بعد كل اللي حصل ده انا متاكد انك بتحبيني واكيد مش هتسيب والدك يخلص عليا. مورا في اللحظه دي بإبرة مخدر بتخدره، بيت بيفقد الوعي وبيقع على وشه، وهنا الدنيا بتسود. وفجاه بنلاقي بيت وسط مجموعه التعافي بيحكي لهم كل اللي حصل معاه، وان المرتزقه كلهم اللي في المدينه عايزين يخلصوا عليه، وانهم هم كمان احتمال يتاذوا بسببه، وممكن في اي لحظه حد يدخل عليهم ويخلص عليهم كلهم. فبيتضايقوا جدا وبيقلبوا عليه، بيبقوا هيقتلوه، بس بيظهر ان كل ده كان مجرد حلم مش اكتر. مورا بتضحك عليه جدا وبتقول له انا خدرتك شويه عشان تنام وترتاح مش اكتر، عارفه انك تعبان وفي الظروف دي مش هتقدر تنام. فبيرد عليها لا لا اتلكك، ما هو باين انت خدرتني ليه؟ فين هدومي؟ ما تقولي كده من الاول، قولي ان انا وحشتك من غير ما تخدريني، يعني مش هقول لك لا. مورا بتقول له بطل هزار ولازم تفكر وتشوف حل، وبتقول له ان هي كمان بتفكر تعمل جلسات تعافي بس مش علشان حاجه، علشان تنساه. هو بيتفاجئ من كلامها وبيقول لها هو انت لسه بتحبيني؟ افهم من كده ان مفيش حد تاني في حياتك دلوقتي. بس حد في حياتك ازاي؟ انا سايبك بقالي 3 ايام اساسا. المهم في الوقت ده شويه مرتزقه بيكسروا باب الشقه وبيدخلوا عليهم جايين يخلصوا عليه عشان المكافاه. مورا بتبدا تساعده، بتخدر كام واحد منهم، وبيت بيتعامل مع الباقيين، وكل اللي بياخد منه خبطه مش بيقوم تاني، ايديه مرزبه. مورا مش بتسيبه لان عددهم كبير جدا، بتطلع هي كمان النينجا اللي جواها وتمرجح فيهم. طبعا وسط المعركه دي الشقه بتتبهدل، مورا
بتبقى هتتجنن عليها. في النهايه بيقضوا عليهم كلهم وبيتفرشوا على الارض. بيت بيروح يقعد على الكنبه وبيشد المفرش تحتيه على اساس يعني بيحافظ على الشقه. هي بتقول له عليه ما انت خلاص دمرتها. فبيقول لها لا انا اهم حاجه عندي احافظ على الكنبه دي، وبعدين خلينا نستغل اللحظه الرومانسيه دي والجثث حوالينا في كل حته، واقول لك اني بحبك وبجد ما اقدرش استغنى عنك، انت الوحيده في الدنيا اللي عمري ما لجأت لك وتخليت عني، حتى لو قلت لا دايما بتقفي جنبي. فبترد عليه هنا يبقى لازم اتغير عشان الناس اللي بيحبوك حبنا اكتر، فضلنا عن الشغل، العيله اولا. هو بيقول لها طبعا لازم اتغير علشاني. وفعلا بدات العلاج خلاص، ما انت عارفه. مورا بتديه موبايلها علشان يكلم والدها ويصلح معاه الموقف او يشرح له. في الوقت ده والدها اللي هو يبقى اكبر زعيم عصابه مافيا في المدينه بيكون قاعد مع رجالته، بيقول لهم ايه ده، هو ازاي عمل فيكم كده؟ كل واحد منكم معاه جيش من الرجاله وهو يا دوب واحد بس، ازاي بهدلكم كده؟ فاندام ولا بروسلي؟ ما تحترموا الاجرام اللي انتوا فيه. ريبير بيرد عليه ما هو انت عارف انه اقوى قاتل مأجور في المدينه كلها. فبريجر بيقول له لا مش هو، سانتو اقوى منه، وبينو اللي بالك اقوى من اي حد فينا. ريبيرو بيقول له لا طبعا هو اللي اقوى، وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض مين اقوى. الزعيم هنا بيقول لهم بس كفايه، مرتزقه انتوا ولا مهرجين؟ دي مورا بنتي كانت تجيبه في جيبها لولا ان هو حبيبها القديم. الجزار بيقول له هنا انا كنت هخلص عليه يا ريس لولا بنتك مورا ضربتني طلقه في رجلي. فبيرد عليه بتستاهل، كنت عايز تبوظ لها الحانه وهتسيبك؟ ده انا ابوها لو كسرت لها كوبايه في الحانه احتمال تضربني طلقه في دماغي، شرسه زي امها. المهم بيت بيتصل بالزعيم وبيقول له انا عايز اشرح لك حاجه. فبيقطع كلامه وبيقول له تشرح ايه يا حسالة يا حشره المجتمع؟ انا لميتك من الشارع وانت طفل، ربيتك في بيتي وعاملتك احسن معامله وصرفت عليك دم قلبي لحد ما بقيت مجرم قد الدنيا، الناس بتحكي وتضحك عنك، وحتى بنتي سبتك ترتبط بيها عشان تجيب لي ولي العهد بس انت فشلت، في الاخر كمان تطلع خاين وترشد عننا. بيت بيقول له استنى بس، اللي اتكسر يتصلح وهجيب لك ولي العهد، بس انا زعلان منك يا جدع تدفع فيا انا $500,000 بس، استاهل اكتر من كده صدقني، تاريخي يشهد لي وكل مرتزقه المدينه يشهدوا لي. الزعيم بيقول له يعني انت بتهددني، عايز تقول ان انت اقوى من اي حد؟ انت كده طبعا في الكورس بتاعي عايز تبقى الزعيم وبتحاول تثبت ان انت الاقوى كده. طيب انا هرفع التحدي عليك وهخلي كل المرتزقه اللي في العالم مش اللي في المدينه بس يطردوك في كل مكان، والسعر كل ساعه هيزيد، ويانا انت في البلد دي قدامك لحد شروق الشمس، يا تثبت انك بريء او هخلص عليك، وسانتو صديق عمرك هيكون اولنا. المهم بعد ما بيقفل معاه مورا بتقول له واضح ان مفيش فايده. فبيت بيقول لها لا في عندي خطه بديله، انا هروح اخلص على اهم منافس ليه في السوق الزعيمه انجلا واجيب له حق ابنه، وبكده هيتاكد ان ولاء الاول ليه هو. مورا بتقول له صح الفكره دي حلوه قوي وانا هساعدك، وبتاخدوا المخزنها السري اللي في السلاح وكل المعدات اللي هيحتاجوها عشان المعركه. المهم بيستعدوا وبيعملوا خطه مع بعض، ومورا بتقول له هنا انا عارفه ان الفكره دي وحشه جدا وغالبا انا وانت هنموت النهارده، بس على الاقل والدي يعرف بعد ما نموت ان انت ما كنتش خاين وبتحب عيلتك فعلا واصحابك. بيت بيقولها شكرا على المساعده، ما تدخليش ورايا مهما حصل، ساعديني بس من بعيد. بيت بيبدا يتعامل مع الحراس، في الاول بيخلي الدنيا كده واحده بهدوء بشويش وهي بتساعده بالقناصه من بعيد، لكن بعد وقت قليل بيحسوا بيه وبيبداوا يتعاملوا معاه، وهو اللي بيلمحوا بيمرجحوا، ما بيرحمش ابن الايه، بيخلص على الحراس واحد ورا التاني بيصطادهم. في نفس الوقت ده واحد من رجاله العصابه اسمه بينو بيقدر يوصل لمورا، بيهددها بالسلاح وبياخدها معاه للزعيمه انجلا. لما يوصلوا انجلا بتقول لها ايه ده، هو احنا مش عاملين معاهده سلام مع والدك؟ جيتي ليه جايه تعملي مشاكل؟ بترد عليها مفيش سلام بينكم، ده مجرد كلام فارغ، انت نفسك مخلصه على اخويا اثناء السلام، ووالدي لو يطول رقبتك مش هيسمع عليكي، وانت كمان انا جيت اعمل اللي كان لازم يتعمل من زمان بس فشلت، او يمكن لسه في فرصه تاني. هي بتقول لها لا مفيش فرصه ما تقلقيش. الوقت ده بيت بيكون لسه في معركته مع الحراس بره، الموضوع بيبقى صعب جدا وعددهم كبير، وكل ما يخلص على شويه منهم يطلعوا له غيرهم عدد اكبر من الاولاني. انجلا بتحس باللي بيحصل بره وبتبقى فاهمه ان بيت هو اللي بره، فبتبعت الحارس الشخصي بتاعها بينيو علشان يخلص عليه، وبتقول له مورا ما تقلقيش هيموت بسرعه ومش هياخد وقت، ده اقوى حارس في العالم، انا اللي هخلص عليكي، كده كنت عارفه ان والدك هيبعت بيت في يوم من الايام عشان يجيب حق اخوكي، بس انت جيتي بدري شويه، مش مهم خلينا نخلص الموضوع دلوقتي ونبدا من جديد على نضيف، لان بعد ما نخلص على بيت كل رجاله والدك سهلين هنقضي عليهم بسهوله ونجيبه بعد كده. بينو بيوصل لبيت وبيدخلوا مع بعض في مطارده وبيضربوا على بعض نار كتير، والرصاص بيبقى زي المطر لحد ما سلاح بيت بيخلص، وبينو بيبقى خلاص، وبينو بيحاول يستغل الفرصه ويقضي عليه. بيت بينقذ نفسه بقنبله صوت، مورا بتستغل الفوضى وبتدخل معركه بالايد مع انجلا اللي هي كمان بيظهر انها نينجا، واضح ان مفيش حد في الفيلم ده مش نينجا. المهم الاكشن هنا بيعدي ليفل الوحش، بيت بيتضرب شويه لا شويتين ثلاثه، هو بيطحن الحقيقه، بينو مش سهل ابدا وعامل زي الصخره وايديه مرزبه، مورا هي كمان بتتضرب كتير لكن الاثنين بيحاولوا يقاوموا. بيت بعد 3 ساعات اكشن بيقدر في الاخر يقضي على بينو وبيفرشه على الارض، بيروح بقى علشان يلحق انجلا، لكن فجاه بيلاقي بينو لسه حي وبيرجع له وبيكمل معاه المعركه تاني، ما بيموتش بالسهل ده. انجلا بتمسك مورا تمسح بيها المكان تقريبا كده بتنهي عليها اكلينيكيا. في الاخر بيت بيقدر يتعامل مع بينو وباستخدام قنبله بيخلص عليه وبيروح بسرعه عشان يلحق مورا، لان الشرسه الثانيه انجلا بتخنق فيها من نص ساعه تقريبا وما تعرفش لا دي بتموت ولا دي بتزهق. المهم بينقذها ومورا بتقوم وبتخلص على انجلا. في النهايه الاثنين يمشوا كده؟ لا طبعا، بيقعدوا يحتفلوا
ياكلوا ويشربوا كاسين على رواقه ويتصوروا مع جثه انجلا عشان يدوا الصور لوالدها ويتاكد ان هو مش خاين. لما بيخرجوا بره بيت بيقول له مورا انا خلاص قررت اسيب الشغل، هشتغل اي حاجه تانية، هتجوزك واجيب خضار عادي من السوق وابقى اب زي باقي الناس، هعيش حياتي لنفسي، الشغلانه دي مش هتنفعني بحاجه. مورا بتقول له لا صعب عليك الموضوع ده، بس على الاقل خليك في النص، اشتغل بس حب عيلتك اكتر، اديلهم الاولويه، هم اولى بيك من اي حاجه تانية، الشغل مجرد وسيله للحياه مش اكتر. هو بيقول لها فكره حلوه، طب ايه رايك لو نبقى شركاء وتنفذي معايا كل المهمات اللي جايه، احنا كنا فريق جامد قوي النهارده. بتقول له شفت بكلمتين رجعت لشغلك القديم. ما صدقت. في الوقت ده بيوصل والدها وبيقول لبت ايوه بقى هو ده ابني اللي انا ربيته، عم المجرمين وكاسر عينهم، انا كنت متاكد انك بريء وعملت كل ده علشان سببين بس، الاول تجيب حق ابني من انجلا، انت الوحيد اللي تقدر تعمل كده، التاني توصل رساله لكل عصابات المدينه والمرتزقه اللي فيها انك اولى واحد تحكمهم من بعدي وتكون الزعيم، ده الميراث بتاعك. بيت بيقول له يعني انت كنت عارف كل ده وانت اللي مخطط لكل اللي حصل؟ بس انا ضربت كتير يا ريس. فبيرد عليه كان لازم عشان تبقى الزعيم تدفع الثمن، كمان انجلا كده كده ما كانتش هتسيبك تعيش في حاله معموره، كان لازم تتخلص منها الاول، انا راهنت عليك وكسبت الرهان، وفي النهايه قرار الشغل ده في ايديك، تحب تبقى الزعيم مش تحب تشتغل شغلانه تاني براحتك، اتجوز وهات ولي العهد، مع السلامه بقى. انا بيت بيقول له مورا انا خلاص خدت قرار اخير، انا هفتح مدرسه وهعلم كونج فو وهعيش عيشه مختلفه معاكي بجد، والاهم من كل ده هكمل جلسات التعافي وانت هتكوني معايا. هي بتوافق وفي النهايه بيروحوا مع بعض جلسات التعافي، بس فجاه هنا بيهجم عليهم ناس كتير جدا، واضح ان لسه في حدوته جديده داخلينها، ده نشوفه بقى في الجزء الثاني. ما تنساش في النهايه تندع على صاحبك في الكومنتات وكمان اللايك للفيديو. سلام.